العنيف، انت الشخص طيب جدا. ولا مره فكرت وهم بيقدموا لك اعمال ليها علاقه بالشر وبالقوه، يا جماعه بقى ادوني حاجه. عملت بخريف عمر دور عاشق في ال70 من كام وبيرجع سنه ده؟ لحبيبته. من قد ايه؟ هذا برمضان، هذا طلع برمضان. بتلفزيون ابو ظبي. بس كنت قاتل. عفوا، كنت قاتل فيه. قاتل يعني بالاخير. ايوه بالاخير. يعني ما عندك ما نسيت. لا يعني هو الاجرام اجى نتيجه موقفه الشخصي هو لعدم تحقيق القضاء للعداله، فقرر انه يطبق عدالته هو الشخصيه، بس هو كان انسان رومانسي وحالم ومحب وعاشق، ولازم يبقى فيه تركه الانتقاميه. شو نعمل؟ بس الظروف. بس انت استاذي بالنسبه للنهايه اقتنعت فيها؟ أنا والله كان وجهة نظري يعني ما تكون النهاية هيك، يعني يبدو لأسباب رقابية أو يعني برأي المخرج أنه النهاية هيك بتكون أفضل. يعني أنا وجهة نظري أنه القاتل يجب أن ينال عقابه وإن كان محامي وطبق القانون الخاص فيه. القتل هو جريمة وجريمة القتل يجب أن يحاسب عليها القانون والقضاء. حتى لو كان الإنسان مريض أو ادعى مرض أو هو كان مثلا مصاب بالزهايمر أنه فقد الذاكرة ما عاد يتذكر، لا يعني أنا وجهة نظري كانت النهاية يجب أن تكون القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صح. فإذا الكرسي كان قصاص بسيط قوي. طبعا يعني انه زهايمر وحطوه بدار رعايه مسنين. لا انا وجهه نظري لا، المخرج والشركه المنتجه ارتأت وانا احترم هذه وجهه النظر. الادوار الكتير اللي حضرتك عملتها